خلص الجزء التاني من الفيلم بعد ما جري يقدم خاتم الخطوبة لأنا. هما دلوقتي بيتجوزوا وده الفرح بتاعهم وعازمين كل أصحابهم والناس كلها مبسوطة. بعد ما خلصوا الفرح على طول طلعوا على المطار عشان ياخدوا الطيارة الخاصة بتاع جري ويسافروا باريس يقضوا شهر العسل هناك. ماشيين بالعجل في شوارع المدينة بيتفرجوا عليها وعجبهم الجو هناك بالليل، وكل يوم بينزلوا بقى أماكن مختلفة ومقضين وقت حلو. كانوا قاعدين مبسوطين والدنيا ماشية معاهم تمام لحد ما كلمتهم السكرتيرة بتاع جري وبتقول لجري معلش إن أنا كلمتكم وأنتوا بتقضوا شهر العسل، بس في حد جه الشركة النهارده ودخل المكان اللي هو فيه جهاز الكمبيوتر اللي عليه البيانات كلها وقدر إنه ياخد كام ملف كده من الملفات بتاعتك. وبعد ما خلص ولع في المكان ومشي. بس الدنيا تمام ما تقلقش، النار ما لحقتش تعمل حاجه لان جهاز الانذار اشتغل اول ما ولعت وطفاه. واول ما انا وجري شافوا الفيديو اللي هو متصور من كاميرات المراقبه قالوا لها اللي عمل الموضوع ده كله جاك اللي هو كان المدير بتاع انا في الشغل. قالت لهم طب كويس بقى ان الكاميرا جابت وشه وبقينا فاهمين مين اللي عمل كده. وقالت له معلش بقى ان انا كلمتك وقلت لك حاجه زي كده وانتوا في شهر العسل، بس الموضوع ده مهم وكان لازم اقول لك عليه. قال لا مفيش مشكله بس انا لازم اجي دلوقتي عشان اشوف هعمل ايه في اللي حصل ده. الصبح على طول طلعوا على المطار عشان يسافروا وفي حد هناك قابل جري وسلم عليه. وانا سالته ده مين، هو في الاول ما كانش عاوز يقول لها بس بعد كده قال لها ده كانت متجوزاه لينا اللي هي صاحبه ام جري. قعدوا مع بعض شويه وانفصلوا. هما كده خلاص وصلوا. اول ما طلعوا كان في ناس من اللي هم شغالين عند جري واقفين ومستنيين، وانا وجري لما شافوهم اتكسفوا شويه عشان هو كان طالع وشايلها وما كانوش واخدين بالهم ان في حد واقف ومستنيه. وجري جايب لقينا الاتنين دول عشان يمشوا معاه على طول ويحموها لان هو خايف من جاك ان ممكن يجي ويعمل في انا حاجه. ودلوقتي انا عملت لجري اكل وقاعدين بياكلوا مع بعض وبيتكلموا، وقالت له ان هي نفسها تخلف منه. قال لها تمام بس بلاش خلفه دلوقتي عشان نقضي وقت كده مع بعض قبل الخلفه وتربيه العيال ووجع الدماغ ده. الصبح وصلت الشغل بتاعها والبودي جارد كان ماشي معاها، وهي بقى لها فتره ما راحتش الشغل عشان كانت واخده اجازه وبتقضي شهر العسل مع جري. بس اول ما دخلت المكتب بتاعها اتفاجئت عشان كل حاجه فيه بقت جديده، وبتقول للمديره بتاعتها هو انا في المكتب بتاعي كده صح ولا ده مكتب تاني ولا ايه؟ قالت لها ما تقلقيش انت في المكتب بتاعك وكله تمام، بس احنا جددنا الدنيا كده عشان انت اصلا اترقيتي. قالت لها ازاي بس ده محدش قال لي خالص على موضوع الترقيه ده. قالت لها ما انت اترقيتي وانت في الاجازه ودلوقتي انت بقيتي ماسكه القسم بتاع القصص الخياليه. وهي كانت مبسوطه وصاحبتها جت عشان تبارك لها وتسلم عليها، بس المديره بتاعتها كانت عماله تبص لها كده من تحت لتحت وشكل وشها ان في حاجه ما تطمنش، وبعد كده سابتها ومشيت. وصاحبتها في الشغل بتقول لها هو مين الراجل اللي معاك اللي شكله حلو ده؟ قالت لها شكله حلو ايه ده البودي جارد بتاعي. وصاحبتها اتفاجئت كده عشان اول مره تشوف حد معاها في الشغل معاه بودي جارد والشغل الجامد ده. وانا بتقول لها عاوزين نشوف له مكان عشان يقعد فيه. فقالت لها ما تقلقيش انا هظبط له مكان، وشكلها معجبه بيه. انا قالت لها طب ما تهدي شويه وخلينا نشوف الشغل بتاعنا احسن. قالت لها خلاص ماشي انا همشي دلوقتي عشان اظبط شويه ايميلات وحاجات في الشغل. بس قبل ما تمشي انا كانت جايبه لها هديه من باريس واديتها لها، وصاحبتها كانت مبسوطه قوي ان هي افتكرتها وجابت لها حاجه معاها. انا كانت قاعده مع حد اسمه بويس وبتخلص معاه حاجات في الشغل. جري جه ودخل عليهم فجاه واتكلم معاه بس بطريقه مش كويسه، وقال له ممكن تمشي تقعد شويه بره عشان انا عاوز اتكلم مع انا. فانا قالت له ايه اللي انت بتقوله ده، احنا لسه قاعدين وبنخلص حاجات في الشغل مش هينفع كده. بس بويس لما لقاهم هيتخانقوا مع بعض فقال لها انا هطلع شويه وهجيلك تاني لما تخلصي معايا. هو جالها عشان كان قلقان عليها وعمال بيبعت لها بس هي ما بتردش عليه عشان ما خدتش بالها كانت بتخلص الشغل بتاعها. قال لها انت اصلا مش محتاجه للشغل فممكن تسيبيه وتبقي موجوده في البيت ونبقى قاعدين مع بعض طول الوقت. فقالت له لا طبعا انا بحب الشغل بتاعي وعاوز اكمل فيه. فقال لها مفيش مشكله خلاص بدل انت حابه كده تمام. ودلوقتي بتضحك وبتهزر معاه وبتقول له امشي بقى عشان اخلص الشغل بتاعي وعاوز تبقى تحلق دقنك شويه عشان تولد. فضحك كده وقال لها خلاص تمام الساعة 5 بقى هعدي عليك عشان اخدك ونطلع على البيت. والساعة 5 فعلا كان مستنيها عشان ياخدها معاه وكان حالق دقنه زي ما قالت له. هو دلوقتي وداها بيت موجود على جزيرة، والبيت ده كانت شافته قبل كده لما كانوا ماشيين باليخت بتاع جري. فقال لها انا لقيتك كنت حابة منظر البيت ده لما شفتيه فخلاص دلوقتي انا اشتريته وبقى بتاعك. وهي كانت مبسوطة قوي ان هو عمل كده. وكان في واحدة موجودة هناك اول ما شافته وسلمت عليه وبسته، وانا سلمت عليها وقالت لها انا شفتك قبل كده انت كنت موجودة في الفرح بتاعنا. جري قال لها هي كانت موجودة وهي صاحبة اليوت اخويا، وقال لها ان دي اسمها جيا وبتشتغل مهندسة وهو جايبها هنا عشان تظبط لهم البيت اللي هيعيشوا فيه. دخلوا البيت جوه عشان بيتكلموا وجيا بتقول لهم ان هي عاوزة تهد البيت كله وتعمله من جديد. بس انا لاحظت ان هي بتتعامل مع جري كده بشكل مش مظبوط، وقالت لها مش هينفع اللي انت بتقوليه ده خالص، احنا مش هنهد البيت وانا عاوزاه زي ما هو. فبتبص لجري وبتحاول تقنعه ان هم يهدوا البيت، وقال لا بدل انا مش عاوزه كده يبقى خلاص. وانا انبسطت لما شافته ان هو ماشي الكلام اللي هي بتقوله، وسابهم شويه ومشي عشان كان في حد بيكلمه في التليفون. وانا قالت لها انا شايفاكي ان انت بتتعاملي مع جري بشكل مش عاجبني خالص، فبعدي بقى عن جوزي وشيليه من دماغك.
جيا بصت فلقت ان جري جاي عليهم، حاولت ان هي تقفل الكلام مع انا عشان جري ما ياخدش باله من اللي هي بتقوله، وقالت لها خلاص هعمل لك اللي انت عاوزاه. خلصوا بيسلموا على جيا وهيمشوا كلهم، وجري ادى مفاتيح العربيه لانا عشان هي كانت قايله له ان هي عاوزه تسوق، وكانت مبسوطه وماشيه بسرعه قوي بالعربيه وبتهزر مع جري بتقول له ان دي اول مره تسوق فيها عربيه سباق، وكان قاعد جنبها خايف وبيقول لها انت ممكن تمشي بالراحه شويه. السواق بتاع جري كان ماشي معاهم بس في عربيه تانية، وكلم جري بيقول له ان في عربيه ماشيه وراهم وبتراقبهم، وانا اول ما بصت في المرايه شافتها، وجري قال لها تحاول تهرب من العربيه دي. انا طلعت بسوق حلوه قوي وقدرت ان هي تفلت من العربيه اللي كانت ماشيه وراهم، ودلوقتي خلاص بقوا في امان. السواق بتاعه قدر يصور اللي كان سايق العربيه، الصوره مش واضحه قوي ده مين، بس اللي باين ان هي واحده ست. انا وجري موجودين دلوقتي في البيت وهي قاعده بتعمل له شعر، بس كانت محتاجه مقص فقال لها ان في مقص في المكتب، وهي بتجيب المقص شافت ان في مسدس هو شايله في المكتب عنده، فسالته انت ليه شايل المسدس معاك؟ قال لها ده مش بتاعي، ده كان مع البنت اللي جت عندك البيت وكانت عاوزه تموتك، خدت منها المسدس وشيلته معايا عشان ما تعملش بيه حاجه. قالت له طب ما انت كنت اديته للبوليس احسن. قال لها لا الموضوع مش مستاهل ان انا اعمل لها مشكله على الفاضي. الصبح كان بيكلم انا عشان هو دلوقتي مسافر عنده شغل هيخلصه، وبيقول لها خدي بالك من نفسك انا قدامي بتاع يومين كده او حاجه لحد ما اخلص الشغل اللي عندي واجي تاني. بالليل قابلت صاحبتها وقاعدين بيتكلموا مع بعض شويه. صاحبتها لما شافت البودي جارد اللي ماشي مع انا قالت لها ابن اخوه اليوت هو كمان معاه بودي جارد، وقايل ان جري جايب بودي جارد للعيله بتاعته كلها، وبتقول لها ان جري بيعمل كده لانه عارف ان جاك ممكن يأذيه او يأذي حد من عيلته. قامت هي وصاحبتها من المكان اللي كانوا قاعدين فيه وبيستعدوا دلوقتي عشان يمشوا، بس انا بتبص على الموبايل بتاعها لقت ان جري متصل بيها بتاع 6 مرات، وهي ما خدتش بالها بقى عشان كانت قاعده بتتكلم مع صاحبتها، وقالت لصاحبتها ان كده جري ممكن يبقى قلقان عليها جامد. حاولت تكلمه بس لقت ان تليفونه مقفول. اول ما وصلت البيت ودخلت الاوضه بتاعتها جاك جه من وراها ومسكها وكان عاوزها تمشي معاه، بس البودي جارد اللي معاها سمع ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، جه عشان يشوفها واول ما لقاها كده طلع المسدس بتاعه على طول وقال لجاك انه يسيبها. في واحده بتشتغل مع البودي جارد جت من ورا جاك وقدرت تسيطر عليه ووقعته على الارض. بعد كده في حد من البوليس جه وقعد يتكلم مع انا شويه عشان يفهم منها ايه اللي حصل وجاك عمل لها ايه بالظبط، وبعد كده خدوا جاك معاهم عشان يحبسوه. الصبح اول ما انا صحيت لقيت ان جري جه وقاعد قدامها، وكان شكله متضايق عشان هو كان بعيد عن انا وما قدرش انه يحميها من اللي حصل ده. في الشغل المديره بتاعت انا جت لها وبتقول لها ان هي شافت في موقع الاخبار اللي حصل لها، وبتقول لها هو جاك عمل معاكي ليه كده، وبتحاول تفهم منها تفاصيل عن اللي حصل، بس انا قالت لها ان هي مش حابه تتكلم في الموضوع ده وخلتها ان هي تمشي. جري كان مستني انا قدام الشغل بتاعها وكلمها في التليفون، قال لها ان هي تنزل له دلوقتي عشان هياخدها ويتفسحوا شويه. هم وصلوا دلوقتي المطار وطالعين الطياره الخاصه بتاعت جري، اول ما دخلت الطياره بتبص لقت اخو جري واصحابها كلهم موجودين، وجري عمل لها المفاجاه دي عشان يخليها مبسوطه لانه هو عارف ان هي كانت عاوزه تقابل اصحابها وتقعد معاهم، وكلهم هيقعدوا مع بعض عشان يقضوا يومين في البيت بتاع جري. البيت ده موجود في مكان حلو في الغابه. كانوا واقفين ولقوا جري قاعد بيعزف على البيانو وبيغني كمان، ودي كانت اول مره يسمعوه وهو بيغني وطلع صوته حلو. بالليل انا كانت موجوده في مكان ولقت جاك واقف وراها، واول ما بصت في وشه قامت من النوم مخضوضه، بس طلع ان ده كابوس وهي كانت بتحلم. تاني يوم جري خدهم ونزلوا كلهم الديسكو عشان يسهروا هناك، وفي واحد عاكس انا وهي بترقص فضربته بالقلم، وجري جه على طول اول ما شاف كده، بس الراجل حاول يضربه لكن جري فلت من الضربه بتاعته وقدر ان هو اللي يضربه والموضوع خلص. كملوا بقى السهره بتاعتهم عادي ومفيش حاجه، واليوت اخو جري عمل لهم كلهم مفاجاه وقدم خاتم الخطوبه لصاحبه انا، وكلهم كانوا واقفين ومبسوطين. هما دلوقتي خلصوا الاجازه خلاص وموجودين في طياره عشان مسافرين المدينه بتاعته. الضابط اللي بيحقق مع جاك عدى على انا في البيت وبيقول لها ان جاك بيقول انه كان على علاقه بيها وان هو ما عملهاش اي حاجه وهي اللي بتتبلى عليه وملفقه له التهم. قالت له لا الكلام ده ما حصلش وهو بيقول كده عشان يطلع من القضيه. تاني يوم انا كانت موجوده في المحكمه عشان تشوف القضيه بتاعت جاك هيحصل فيها ايه. اتحكم عليه ان هو خلاص هيطلع بس هيدفع كفاله $500,000، وانا كان باين على وشها ان هي اتضايقت عشان جاك هيطلع ومش هيتحبس. بعد كده حست بوجع في بطنها فطلعت على الدكتوره وقالت لها ان هي حامل. هي اتخضت اول ما سمعت لان فاهمه ان جري مش عاوز خلفه دلوقتي، وهم قاعدين بيتعشوا مع بعض فقالت له بس هو اتضايق جامد لانه هو مش عاوز يدخل في مسؤوليه وخلفه والكلام ده ومش عاوز يبقى اب دلوقتي خالص. نزل متضايق من البيت وراح لنا المحل بتاعها وقابلها هناك. لما جه بالليل كان سكران خالص وانا طلعته عشان ينام، بس شافت الموبايل بتاعه ولقت عليه رساله ففهمت بقى ان هو وإلينا اتقابلوا، والصبح بسبب الموضوع ده اتخانقت معاه بس هو قال لها ان مفيش حاجه ما بينهم، وهو راح لها لما لقى نفسه متضايق فحب انه يقعد ويتكلم معاه. طبعا انا ما صدقتش الكلام ده وسابته ومشيت وهي زعلانه. وصلت الشغل بس مزاجها مش حلو من اللي حصل، ومايا اخت جري اتصلت بيها بس لما جت ترد عليها لقيت ان جاك هو اللي بيكلمها، وبعت لها صوره مايا وشافت انه خاطفها وقال لها قدامك ساعتين تكوني جبتي لي $5 مليون وتجيلي على المكان اللي هقول لك عليه، ولو قلت لجوزك او اي حد من البودي جارد بتوعه انا هخلص عليها ومش هخلي فيها حته سليمه.
خلص وقفل معاها وبعد كده رمى الموبايل اللي كان بيكلمها منه في الميه. جريت بسرعه وطلعت على البيت عشان تجيب شنط فاضيه من هناك تحط فيها الفلوس، ودخلت المكتب عند جري، خدت دفتر الشيكات بتاعه عشان ده هو اللي هتسحب بيه الفلوس من البنك، وبتبص لقت المسدس اللي هو كان شايله عنده في المكتب فخدته احتياطي معاها. كلمت البوديجارد في التليفون لانه كان واقف قدام باب الشقه اللي هتطلع منه، وقالت له يدخل جوه عشان يجيب لها حاجه، واول ما مشي من قصاد الباب طلعت تجري ونزلت على طول، وخدت العربيه بتاع جري ومشيت بسرعه عشان خلاص ما قدامهاش وقت ولازم تلحق قبل ما الساعتين يخلصوا. وصلت البنك وقابلت المدير هناك وقالت له ان هي عاوزه تسحب 5 مليون، فقال لها تمام وخلاها تكتب شيك بالمبلغ اللي هي عاوزه تسحبه، وشاف البطاقه بتاعتها عشان يتاكد فعلا ان دي انا مرات جري. اتاكد من البطاقه وكل حاجه تمام، وهي دلوقتي مستنيه انه يجيب لها الفلوس، بس جه تاني وقال لها ان جري معاه دلوقتي على التليفون وعاوز يكلمها، وجري حاسس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل وبيحاول يفهم منها بس هي مش عاوزه تحكي له اي حاجه، وقالت له مش هينفع اقول لك حاجه دلوقتي. قال لها خلاص ماشي انا هتصرف وهاتيلي مدير البنك هكلمه تاني. كلم مدير البنك وقال له خلاص تمام، شوف هي محتاجه ايه، كل الفلوس اللي هتحتاجها اديها لها. خدت الفلوس وكلمت جاك فقال لها تنزل تحت عشان هتلاقي عربيه واقفه مستنياها، العربيه دي هتاخدها وتوصلها للمكان اللي هو موجود فيه. ولما نزلت لقيت المديره اللي هي معاها في الشغل هي اللي سايقه العربيه دي، وفهمت ان هي متفقه مع جاك، وكان باين عليها من الاول من طريقه تعاملها مع انا في الشغل ان في حاجه مش طبيعيه. وقبل ما يمشوا خدت منها التليفون ورمته من الشباك، بس ده اصلا مش التليفون بتاعها، ولسه التليفون بتاعها موجود معاها ومخبياه. وجري قدر يدخل على التليفون اللي معاها ويحدد مكانها فين، وبلغ البوليس بكل اللي بيحصل. انا وصلت دلوقتي عند جاك ولقيته رابط ميه في الكرسي وميه قاعده وخايفه جامد منه، فانا بتقول له انا خلاص جبت لك الفلوس وهي موجوده كلها في العربيه، خدها وفك ميه وسيبنا نمشي من هنا. قال لا مش بالسهوله دي خالص، انت بوظتي لي حياتي وانا لازم انتقم منك، وقعد يضرب فيها ووقعها على الارض. وليزا اللي هي موجوده معاه قاعده بتقول له كفايه بقى انت كده هتموتها، انت كنت عاوز الفلوس عشان تنتقم منها والفلوس خلاص بقت معانا، فاللي انت بتعمله ده ملوش لازمه خالص. قال لا انا مش مهتم بالفلوس ومش هسيبها، بس انا ضربته في رجله وخليته وقع. في اللحظه دي جري والبوليس وصلوا المكان وقبضوا على جاك وليزا، وجري كان بيطمن على انا لان حالتها كانت مش كويسه، وفكوا ميه من مكانها واعصابها كانت لسه بايظه. وجري ودى انا المستشفى ومستنيه ان هي تفوق عشان كان مغمى عليها، وامه كمان كانت موجوده عشان عاوزه تطمن عليها، وبتقول له اوعى تزعلها تاني في اي حاجه خالص لان انت مش هتلاقي حد يحبك زيها. انا فاقت خلاص وجري قاعد بيتكلم معاها، وسالته على الجنين اللي في بطنها عشان خايفه من اللي حصل ده يكون اثر على الحمل، فطمنها وقال لها ان كل حاجه تمام، وقال لها انه بيحبها قوي وبيكون خايف عليها ومش عاوزها تبقى زعلانه منه من اي حاجه حصلت ما بينهم قبل كده. بعد شويه وقت انا بقت كويسه وطلعت من المستشفى، وهي دلوقتي موجوده مع جري وواقفين عند قبر امه اللي هي الحقيقيه اللي ماتت. عدى كام سنه وانا كانت ولدت خلاص وابنهم كبر شويه، وجري شكله بيحبه قوي وقاعد يلعب معاه، وانا قدرت ان هي تخلي جري يتغير للاحسن ويبقى عنده عيله جميله كده ويعيش معاهم بشكل طبيعي. وده كان ملخص فيلم 50 شيدز الجزء الثالث، والجزء الثالث ليه اسم كمان 50 شيدز فريد. وكده يبقى خلصنا تلخيص سلسله افلام 50 شيدز. هتلاقي ال3 اجزاء موجودين في بلاي ليست على القناه، فلو لسه ما شفتش الجزء الاول او الثاني هتلاقيهم موجودين، ممكن تدخل وتشوفهم. في حاجه بقى انا كنت واخد بالي منها وانا بشوف الفيلم، ان ليزا اللي هي كانت مع انا في الشغل دي كان باين عليها قوي ان هي متفقه مع جاك من قبل حتى ما اكمل الفيلم واشوف فعلا ان هم متفقين مع بعض. كان باين عليها قوي من الطريقه اللي بتتعامل بيها مع انا ان هي ناويه تعمل فيها حاجه. لو انت كمان فعلا كنت واخد بالك من نفس الحاجه فاكتب لي في التعليقات، ولو في فيلم او مسلسل انت حابب ان انا اعمل لك ليه ملخص قول لي عليه. وعاوز اكد عليك بلاش تشوف النسخه الاصليه من الفيلم لان الفيلم مليان مشاهد مش كويسه، كفايه بس ان انت شفت الملخص احنا ظابطين في القصه وعاملينه بشكل نظيف وخلينا انه يبقى فيلم رومانسي عادي، لكن الفيلم الاصلي الافكار اللي موجوده فيه مش كويس. ولو انت اتفرجت على كل الاجزاء بتاعت 50 شيدز وحابب تشوف فيلم تاني شبه كده ففي سلسله افلام 365 دايز هتلاقي الملخصات بتاعتها موجوده على القناه، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي ملخص جديد ينزل يوصلك. حبيب قلبي اشوفك ان شاء الله في ملخص جديد، واحلى سلام عليك يا باشوات.